هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل. إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا. سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا. مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. باب القلوب له افتحوا. باب القلوب له افتحوا. باب القلوب له افتحوا. من فضائل الأعمال في هذا الدين ومن الأشياء الجميلة فيه أن الإنسان يصاحب الأخيار ويؤجر عند الله عز وجل. لا بد للإنسان في هذه الدنيا من الصحبة، فإما أن تكون الصحبة صالحة وإما أن تكون الصحبة سيئة. طبيعة البشر إما أن يصاحب صالحا أو يصاحب سيئا. صحبة الأخيار والصالحين مع أنها منفعة في الدنيا إلا أن الإنسان يؤجر عليها أجرا عظيما لو احتسب الأجر عند الله عز وجل. وهذا رجل زار أخا له في ناحية القرية في مكان بعيد، فأرسل الله عز وجل على مدرجته ملكا. عند أخ، عند صاحب، عند حبيب في الله، زار وكان بيته بعيدا فقط يزوره لله، فأرسل الله ملكا يبشره. فسأله في البداية: ألك حاجة تربها عليه؟ أنت رايح محتاج منا شيء؟ تريد شيئا لدنياك؟ قال: لا، إلا أنني أحبه في الله. قال: إني جئت أبشرك أن الله عز وجل يحبك كما أحببته. ما أجمل هذه البشارة! الله يحبني علشان فقط أحببت أخا لي في الله. نعم، الله عز وجل يحبك لأنك ما أحببت أخاك إلا له. 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يا الله، هناك إيمان وهناك حلاوة إيمان. ومن أراد أن يذوق طعم الإيمان وحلاوة الإيمان فليوجد هذه 3 في قلبه. من 3 قال: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. لا يحبه إلا لله. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. الله ألف بين قلوبهم، ثم بعد هذا يأجرهم جل وعلا ويحبهم جل وعلا، مع أنهم مستفيدون في الدنيا. صحبة الأخيار فائدة في الدنيا قبل الآخرة. يقول أبو علي الرباطي، يقول: صاحبت عبد الله الرازي، هذا صالح وهذا صالح، فأردت أن أسافر معه، فقال لي عبد الله الرازي يقول لأبي علي، قال له: تريد أن تكون أميرا أو أكون أنا الأمير؟ قال: بل كن أنت الأمير. قال: الأمير له السمع والطاعة. قال: نعم. يقول: فمشيت، وقبل أن نبدأ بالسفر حمل الأمتعة على ظهره. قلت: أحملها عنك رحمك الله. قال: لا، أنا الأمير وعليك السمع والطاعة. يقول: فسكت. يقول: وفي الطريق نزل يصنع الطعام، فقلت: أنا أصنع الطعام وأخدمك. قال: لا، أنا الأمير وعليك السمع والطاعة، أنا أصنع الطعام. تعجبت منه. يقول: فنزل مطر شديد فأخذ كساء ومسكه على رأسه. يقول: وأمرني أن أجلس وأظلني بالكساء. يقول: تمنيت أنني مت قبل أن أدعه أميرا ليخدمني. هذا هو حال الصحبة الصالحة.
والأخلاء أهل الدين الذين يحب بعضهم بعضا لله جل وعلا. يقول أبو إدريس الخولاني، هذا تابعي من التابعين، شوف القصة الجميلة، يقول صليت في مسجد دمشق، هذا التابعي صلى في مسجد دمشق، يقول وإذا بثلة من شيوخ الصحابة يجلسون، من بقي من أصحاب النبي، يقول وإذا بينهم شاب براق الثنايا، يعني حسن الوجه، يقول وإذا اختلف الناس رجعوا إليه، كل ما يختلف اثنين في أمر ذهبوا إليه يسألونه. تعجبت فسألت الناس من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول فجئت في اليوم الثاني، طبعا أحبه من شكله، من منظره، من طاعته، من مناقبه، صاحب النبي والناس يرجعون إليه، أحبه فقط لله عز وجل. يقول فجئت في اليوم الثاني مبكرا، هجرت، جئت إلى المسجد مبكرا فوجدته قد سبقني، معاذ بن جبل في مسجد دمشق يصلي ويتعبد الله. يقول فجئت إليه وسلمت فرد علي السلام. يقول فقلت له إني أحبك في الله، إذا أحب رجل أخاه فليخبر أنه يحبه، فقلت له إني أحبك في الله، فرد معاذ على هذا التابعي قال الله، يعني أنت متأكد في الله تحبني؟ قال الله. فسألني الثانية الله، يبي يتأكد، قال الله. فقال له الثالثة الله، قال الله. يقول فجبذني، يعني جرني إليه يريد أن يخبره ببشارة، قال لي أبشر أبشر، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول قال الله تعالى أين المتحابون في، أين المتجالسون في، أين المتبادلون في، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال له أبشر فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. الله يحب من أحب أخاه في الله جل وعلا. احرص على هذه الصحبة، تريد الأجر من الله، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. اصبر نفسك مع أهل صلاة الفجر وأهل صلاة العصر، يدعون ربهم بالغداء الفجر، العشي العصر، هؤلاء الناس اصبر نفسك معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة رجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، حبهم ليس لدنيا ليس لمال، إن رأى أحدهما من الآخر تقصيرا في الدين نصحه، إن رأى عيبا ستره، إن رأى نقصا كمله. هكذا هم المؤمنون لبعضهم البعض. عن المرء لا تسل، تبي تسأل عن إنسان اسأل عن أصحابه، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. الناس يجلس بعضهم مع من يشاكله، ولهذا قيل قديما الطيور على أشكالها تقع، أي على أمثالها وعلى أشباهها. فابحث يا عبد الله عن الصالحين، جالسهم، صاحبهم، خالطهم، وإياك والفسقة، إياك والفجار، إياك والحمقى، فمثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأيهما تحب أن ترافق، حامل المسك أو نافخ الكير؟ كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة
وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار كم من معاني ساقها المولى لنا بمحبة وفي الإله تآخي وتذكروا فالخل يهجر خله إلا التقاة فهم من الأبرار يا أخي العظم لنا ما بيانا نبني طريقا بالتقى مزدانا فضائل الأعمال نسقي غرسها لتكون في روض الهدى بستانا لتكون في روض الهدى بستانا باب القلوب له افتحوا 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 باب القلوب له افتحوا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عباد من عباد الله عز وجل: إن لله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون والشهداء يوم القيامة على منابر من نور، الأنبياء يغبطونهم وهم ليسوا بأنبياء. قال الصحابة: من هم يا رسول الله؟ قال: هم قوم تحابوا بنور الله على غير أرحام بينهم ولا أنساب، هذا من قبيلة، هذا من عائلة، هذا من بلد، هذا من لغة، كل واحد من بلد، تحابوا بالله عز وجل. قال: وجوههم نور وهم على منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزن إذا حزن الناس. ثم قرأ قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من بركات الأخوة الصالحة والصحبة الصالحة أن العبد المؤمن إذا دخل في الجنة ثم بحث عن أخيه في الله، قصرت حسناته ما دخل الجنة، حسناته قليلة لكن كان معه في الدنيا، فإنه يسأل الله له الشفاعة: يا رب إن فلانا كان معنا، يصلي معنا، يصوم معنا، يحج معنا، كان معنا في الدنيا، قصرت حسناته دخل النار، فيقول الله عز وجل للمؤمنين في الجنة: اذهبوا فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ممن تعرفون من أصحابكم من الصحبة الصالحة، أخرجوهم من النار. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: قال: أكثروا من الإخوان فإنهم عدة في الدنيا والآخرة. ألم تسمعوا قول الله عن أهل النار في النار: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ما عندنا صحبة حميمة، أصدقاء يحنون علينا يشفعوا لنا ونحن في النار، ما عندهم. أما أهل الإيمان: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الأصحاب في الدنيا يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا، يسب بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا، إلا المتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله لن تدخلوا الجنة، تبون جنة ما في حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على أمر إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. من حقوق الأخوة أن نفشي السلام بيننا، يعود الأخ صاحبه، يعود المريض، يزور أخاه، يسد حاجته، يعينه على مصائب الدنيا. بل من حقوق الأخوة ومن علامات الصحبة الصالحة أن الإنسان لو تكلم على أخيه أحد من الناس ذب عن عرضه. لو سمع واحدا من الناس يتكلم عن أخيه، عن صاحبه، عن زميله، عن صديقه، يقول له: اتق الله ولا تذكره إلا بالخير. تعرف ما أجره؟
تعرف ما فضله لمن فعل هذا الفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجه النار يوم القيامة. ما أحلاها من كرامة وما أجمله من فضل. لو قلت لفلان اتق الله ولا تذكر أخاك إلا بخير، أسكت الناس، لا تغتابه، حرام عليك تذكره بالسوء، تعرف ما أجرك عند الله؟ ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل. الأخوة في الله، المحبة في الله من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. حقوق الأخوة كثيرة وفضائلها عديدة. هذا الشافعي صاحب الإمام أحمد، فسمع الإمام أحمد، شوف الصحبة الصالحة، سمع الإمام أحمد أن الشافعي يقول شعرا، يقول الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، ولو كنا سواء بالبضاعة. من تواضع الشافعي يقول أحب الصالحين لكن أنا ماني منهم، يمكن أنال شفاعة من الصالحين، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سواء بالبضاعة. فرد الإمام أحمد عليه قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من تلك البضاعة. الشافعي متواضع يقول هذا الكلام. الأخوة في الله، المحبة في الله من أعظم الأعمال عند الله عز وجل. بل من صاحب أهل السوء وأهل الشر سوف يندم أي ندامة. يقول الله عز وجل: عمن يصاحب الظالمين، عمن يصاحب الفجار، عمن يصاحب أهل السوء، ماذا يفعل يوم القيامة؟ ما يتحسر يعض بصبع ولا صبعين ولا 3 ولا 4، لا، يضع كلتا يديه في فمه ويعض عليهما عند الله يوم القيامة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. تريد الأجر؟ تريد الفضل؟ ابحث عن الصالحين، ابحث عن أهل التقوى، لا تصاحب إلا مؤمنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رجل من زار أخا له في الله أو زارت أختا لها في الله ناداه مناد من السماء. تخيل، الملك يناديه بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، فقط لأنه زار أخا له في الله. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. هذا رجل من الصالحين، محمد بن قيس أو له اسم آخر. هذا الصالح زار أخا له في مسجد من المساجد بعد العشاء في الليل، فوجده قائما يصلي، فانتظره فأطال الصلاة أخوه في الله، فأخذ يصلي هو في زاوية أخرى في المسجد، وظل الاثنان يصليان حتى الفجر. ما سلم أحدهما على الآخر، انشغل في الصلاة. قبل الفجر الأول رجع إلى مسجده فقد كان إماما، فقيل هذا لهذا الذي زاره أخوه، قال فلان جاءك يزورك فوجدك تصلي ورجع، ظل الليل كله يصلي ينتظرك. فلما صلى الفجر ذهب إلى أخيه يزوره، فالتقيا في الطريق، فعانق أحدهما الآخر وظلا يبكيان. هذه هي الأخوة في الله، هذه هي المحبة في الله، لا لأجل دنيا ولا في معصية، بل رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، لهم الظل عند الله يوم القيامة. باب القلوب له افتحوا، 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 باب القلوب له افتحوا.
كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. نحن بشر، عندنا من الذنوب، عندنا من المعاصي ما لا يعلم بها إلا الله الواحد القهار. الله هو العليم الخبير بذنوبنا، بمعاصينا، بأخطائنا وعيوبنا. ولو كان للذنوب رائحة ما جلس أحد من الناس عندنا. كلنا عندنا عيوب وعندنا فضائح، لكننا نستتر بستر الله عز وجل علينا. فاللباس يسترنا، والجدر والبنيان يسترنا، والظلام يسترنا. الستر الذي خلقه الله عز وجل في الأرض كثير، لكن المشكلة إذا وقعت عورة من العورات ورؤيت فضيحة من الفضائح عند رجل من الناس أو امرأة، عند البشر، هنا يبدأ كشف المستور وتبدأ الفضائح. والله عز وجل وصف جزءا من الناس بأن هذه طبيعتهم، يحبون فضح العيوب ونشر العورات بين الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هذا الذي يشيع الفاحشة يعني ينشر الفواحش والفضائح، رأى فلانا بذنب ومعصية داخل بيته، أو دخل إلى موقعه الإلكتروني، أو دخل إلى غرفة من الغرف الخاصة في الإنترنت فاكتشف ووجد صورا أو فضائح، أو رأى رجلا في مكان موحش يفعل معصية. بعض الناس في مرض يحب أن ينشر هذه الفضائح في المجالس. دريتوا فلان إيش قال؟ دريتوا فلان إيش يسوي في بيته؟ هل تعلمون أن فلان يفعل كذا وكذا؟ هؤلاء يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذا لا أعداء في الدنيا والآخرة. أما الفضيلة هنا فهي من أعظم الفضائل. شفت واحد على معصية، على ذنب كبير، جالس في بيته والعياذ بالله يشرب خمر، هنا تبدأ الفضيلة. من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذا سترت هذا المسلم في هذه الدنيا سترك الله عز وجل يوم القيامة. تعرفون شنو يعني يوم القيامة؟ يوم القيامة الذي يفضح فيه الناس. ولهذا كان إبراهيم الخليل يرفع يديه يقول: ولا تخزني يوم يبعثون، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. شفت يوم القيامة الناس تفضح، هذا الغادر له لواء، وهذا الزاني يفضح، وذاك الشاذ يفضح، وهذا المرابي يفضح الناس على أعمالهم. لكن إذا سترت مسلما في الدنيا سيسترك الله يوم القيامة، حتى لا تنفضح أمام الأشهاد، أمام الأنبياء، أمام الرسل، أمام الصالحين، أمام والديك، أمام إخوانك، أمام العلماء، أمام الدعاة، أمام البشر. هل تريد أن تفضح يوم القيامة؟ من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، والعكس بالعكس، من فضح مسلما فضحه الله عز وجل يوم القيامة. جاء رجل إلى عقبة بن عامر، واحد كاتب يشتغل عند عقبة بن عامر، يقول عقبة: كنت جالسا معه، فقال لي الكاتب الآن الموظف يقول حق عقبة، يقول: إن لي جيرانا أعلم أنهم يشربون الخمر في بيوتهم، والله لأخبرن عنهم الشرطة. فقال عقبة بن عامر لصاحبه الكاتب، للموظف اللي عنده، قال له: هل سترت عليهم؟ قال: لا. سترت عليهم مرة ومرتين. قال: هل لا نصحتهم؟ قال: نصحتهم مرة ومرتين، لأفضحنهم ولأخبرن الشرطة عنهم. طيب ناس في بيتهم ما ضرك، نصحتهم، ما انتصحوا، كيفهم؟ إنما أنت مذكر. يا أخي ليش تفضحهم؟ ليش تشتكي عليهم وهم في بيوتهم ما ضروا أحدا، ما دعوا الناس إلى فعلهم، ما أفسدوا خلق الله، ما أخذوا يبيعون على الناس ويفسدون الناس داخل البيت؟ انصحهم وذكرهم لعل الله يهديهم. يقول: فلما أصر الكاتب على فضحهم وإبلاغ الشرطة، قال عقبة بن عامر:
لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تريد ستر الله؟ استر على الناس. مو معنات أستر على الناس لما أشوف واحد مثلا واحد ساحر قاعد يخرب البيوت أقول أستر عليه، لا. واحد مروج مخدرات يضر الخلق أستر عليه، لا. واحد يضل البنات ويفسد البنات وفاتح لهم بيتا للدعارة ويفسدهن بالمال، لا، هذا ما يستر عليه، هذا يفسد المجتمع. لكن نتكلم عن رجل أو امرأة في نفسه أو في نفسها الله ابتلاه. هذه معاصي مثل القاذورات سماها النبي، قاذورات. إذا أردت شيئا فانصح. أحد السلف الصالح رأى رجلا سكرانا يهدي في الشوارع، هذا عالم من العلماء، شاف له واحد في الشارع سكران، يقول: فأخذه من يده وأدخله بيته وأجلسه في الغرفة وجعله ينام الليل كله عنده عشان يرد عقله. وفي الصباح قام فعلم أنه كان سكرانا، وأخذ العالم الشيخ الجليل أخذ بيده وأدخله إلى البيت وستر عليه. قال: لما فعلت هذا؟ قال: خفت أن يراك الناس فيفتضح أمرك، أردت أن أستر عليك ليستر الله عليك. فبكى الرجل وأعلن توبته لله عز وجل. من ستر مسلما ستره الله. أما هذا اللي قاعد يدور العورات، والله في ناس فيهم مرض في قلبه، أعوذ بالله، يعني شو الخبث اللي في قلبه، يراقب، يفتش، يتجسس، كاميرات، مسجلات، بل في الانترنت يضحك على بنات الناس، ياخذ صورهم يهددوهن بالفضيحة، يريد أن ينشر أستار الناس ويأتك عوراتهم. شنو القلب هذا؟ تعرفون ماذا يقول النبي في هؤلاء الناس؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه، هذا بس كذي كلام إيمانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تتتبعوا عورات المسلمين. تدرون ليش؟ فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، الجزاء من جنس العمل. فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في بيته، فضحه الله ولو في بيته. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. لا تتتبع العورات، شفت خطأ انصح، ذكر الناس، ادعي لهم بالهداية واستر عليهم، لأن الله ستير يحب الستر. الله يوم القيامة يأتي إلى عبده الذي ستر نفسه في الدنيا فيدنيه ويضع عليه كنفه ويستره فيذكره بذنوبه عشان ما ينفضح، ثم يقول له: عبدي سترتها عليك في الدنيا، يعني ذنوبك وأنا أغفرها لك اليوم، لا تجاهر ولا تفضح الناس. لما جاء سيد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن أحد العمال عنده والأجراء زنى، قال: يا رسول الله فلان زنى. فقال النبي له: يا هزال يا هزال، هل لا سترته بثوبك؟ لو سترت عليه ودعيت للتوبة خلاص، رجل فعل الذنب والمعصية ليش تفضحه؟ ادعوه للتوبة، ادعوه للرجوع إلى الله. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة وستره في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يستر علينا وعليكم وعلى المؤمنين وأن يغفر لنا الزلات. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروا
استغفروا وتغافروا، بل سبحوه واشكروا. سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا.